بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. طيب، يعني إيه أكون أفضل نسخة من نفسي؟ وليه مهم إن أنا أكون أفضل نسخة من نفسي؟ وإزاي أكون أفضل نسخة من نفسي؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى ما تنساش إن أنت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة علشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش إن أنت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة علشان نقدر نوصل أكبر عدد من الناس ونفيدهم. ويلا بينا، وما تنساش تعمل لايك. إني أكون عايش بطريقة فيها أفضل نسخة من نفسي هو إن أنا أكون عايش حياتي بقيمي وبمعتقداتي وبالحاجات اللي أنا حاببها والحاجات اللي بتسعدني والحاجات اللي بتبسطني والحاجات اللي بتخلّيني مرتاح ومبسوط. يعني من الآخر كده أنا باكون عايش حياتي بالطريقة اللي بتسعدني ومش بالطريقة اللي بتسعد الآخرين. إن أنا أكون عايش حياتي بالحاجات اللي بتجلب ليّا شعوري بالمعنى، إن أنا حياتي ليها معنى. حياتي ليها معنى، بافيد نفسي وبافيد الآخرين، باساعد نفسي وباساعد الآخرين، ودايمًا المصالح بتبقى مشتركة. يعني الحاجة اللي بتجلب لي المعنى هي حاجة من خلالها لمّا باعملها أنا باساعد الآخرين وبابسط الآخرين. علشان أكون عايش حياتي بأفضل نسخة من نفسي أنا محتاج إن أنا أعرف قدراتي واعرف امكانياتي واعرف اوظفها صح واستخدمها صح في ان انا افيد نفسي وافيد الاخرين، واعرف برضو نقاط قصوري ونقاط ضعفي عشان اعرف اديرها، عشان لا اذي نفسي ولا اذي الاخرين. خلينا متفقين ان الحياة السعيدة مش الحياة المثالية، الحياة اللي هي ما فيهاش اي حاجة وحشة، لكن الحياة السعيدة هي الحياة اللي انا بعرف اديرها. I can manage it. اقدر ان انا اديرها في الوقت الحلو واديرها في الوقت الصعب والعسر. ازاي بقى اعيش الحياة بافضل نسخة من نفسي؟ علشان اعيش الحياة بطريقة او بافضل نسخة من نفسي محتاج ان انا ما سوفش، ما اخرش الخطوات اللي انا المفروض انفذها. دايما بكون بنفذ الخطوات على طول وبسرعة، دايما بعمل الخطوات الصعبة في الاول، دايما بعمل الخطوات اللي انا عايز اعملها، علشان لما بعمل الحاجات او بنفذ الحاجات اللي انا عايز انفذها او انجز الحاجات اللي انا عايز انجزها، ده بيحسسني بالفخر وبيحسسني بالسعادة وبيخليني عايز اكمل. انا محتاج ان انا اعيش حياتي بناء على توقعاتي انا، مش بناء على توقعات الاخرين. يعني انا مش لازم ان انا اكون بحقق رغبات الاخرين، أعيش حياتي بناءً على رغبات الآخرين. أصل أنا عايش حياتي بناءً على رغبات أهلي، أصل أنا عايش حياتي بناءً على رغبات أولادي، أصل أنا عايش حياتي بناءً على رغبات كذا. لأ، أنا باعيش حياتي بناءً على رغباتي أنا، على إرادتي أنا، مش بناءً على اللي الناس عايزينه، ولكن بناءً على اللي أنا عايزه. حتى لو ده هيزعل الآخرين مفيش مشكلة، المهم إن أنا أكون عايش حياتي بناءً على رغبتي أنا، لأن اللي بيحبني مش هيكون عايز يفرض سيطرته عليا، بل بالعكس هيكون عايز يشوفني سعيد ومبسوط حتى لو كانت بناءً على اختياراتي مش اختياراته. علشان تعيش بأفضل نسخة من نفسك انت محتاج ان انت تتقبل المساعدة، وتعرف ان انت مش هتعيش حياتك او ان انت مش عايش حياتك لوحدك، وان انت ما جيتش الدنيا علشان تعيش الدنيا لوحدك. فانت محتاج تتقبل المساعدة من الاخرين وتتقبل الدعم من الاخرين، وتشوف ان انت مش اقوى واحد في الدنيا، ولا ان انت لو انت اخدت دعم من حد او مساعدة من حد ان انت كده ضعيف. بل بالعكس، ربنا خلقنا في قبائل علشان نساعد بعض وعلشان ندعم بعض. بني آدم لوحده بيكون ضعيف بالفعل حتى لو كان قوي، لكن لما بيكون وسط مجموعة، وسط ناس، وسط تيم، وسط أسرة، بيكون أقوى لأنه بيقدر يستمد منهم القوة. فأنت لوحدك هتبقى ضعيف حتى لو كنت قوي بجد. علشان تكون أفضل نسخة من نفسك أنت محتاج إن أنت ما تقارنش نفسك بحد، وتبطل مقارنة نفسك بالآخرين. يعني من الآخر كده أنت محتاج تقارن نفسك بنفسك، ما تقارنش حياتك بحد، ما تقارنش جسمك بحد، ما تقارنش شكلك بحد، ما تقارنش أموالك وفلوسك بحد، ما تقارنش الإلكترونيات اللي معاك بحد، ما تقارنش عربيتك بحد، ما تقارنش حاجة بحد.
لكن تقارن نفسك بنفسك وتحاول ان انت تطور من نفسك وتشوف نفسك زمان كنت فين، وتحاول ان انت تطور من نفسك وتكون افضل نسخة من نفسك، من حياتك الاجتماعية، حياتك المادية، حياتك العملية، في افكارك، معرفتك، وهكذا. طور نفسك بنفسك من خلال انك تقارن نفسك بنفسك، ما تقارنش نفسك بحد. علشان تكون افضل نسخة من نفسك انت محتاج ان انت تعبر عن رأيك، محتاج ان انت تتكلم، محتاج ان انت تقول انت مين، بتفكر في ايه، مشاعرك ايه، بس تختار الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه. وكمان في نفس الوقت ما تفرضش رأيك على الاخرين، ما تتوقعش ان الاخرين يتغيروا من كلامك، ولا تفرض ان هم لازم يكونوا كده. وفي نفس الوقت انت ما تتقبلش برضو ان الاخرين يفرضوا كلامهم عليك ويفرضوا رأيهم عليك. فمن الاخر كده انت محتاج ان انت to express yourself، محتاج ان انت تعبر عن نفسك. علشان تكون افضل نسخة من نفسك انت محتاج تتقبل ان انت بتعمل انجازات صغيرة، والانجازات الصغيرة بتجيب الانجازات الكبيرة. فانت محتاج ان انت تتقبل ان كل حاجة في الحياة بتكون بتمشي خطوة بخطوة. انت لو شفت الطفل بتلاقيه ان هو كان بيحبي، وبعدين بدأ ان هو يمشي ويقع، وبعدين بدأ ان هو يمشي، وبعدين بدأ ان هو يجري، وبعدين. فالمهم ان خطوات الطفل دي ربنا مش بس عملها عشان الطفل هي دي طريقة نموه، ولكن علشان يوريلك ان خطواتك حتى في الحياة مش الخطوات الجسدية، ولكن خطواتك النفسية والفكرية والعاطفية بتكون برضو عاملة شبه خطوات الطفل. تتقبل انك تكون خطواتك صغيرة وبتكبر مع الوقت. علشان تكون افضل نسخة من نفسك انت محتاج تتقبل ان انت ما تبحثش عن الطرق المختصرة. الطريق المختصر فين انا هروحه؟ محتاج تبحث عن الطرق اللي فيها صبر. الطرق الطويلة، الطرق الطويلة دايما هي بتكون نهايتها جبر ونهايتها ثمار. فانت محتاج تبطل تدور على اسهل طريقة، اسرع طريقة. للأسف احنا مؤخرا بسبب السوشيال ميديا، بسبب عصر التكنولوجيا، احنا بقينا بندور على الاسهل والاسرع والأقصر والأبسط. لكن كل حاجة دايمًا عايزين كل حاجة سهلة، لكن أنت عشان تكون أفضل نسخة من نفسك محتاج تتقبل إن حياتك ما يبقاش فيها short cut، ما يبقاش فيها طريق مختصر. لأ، أنت محتاج تتقبل إن حياتك ماشية في طريق معين ربنا كاتبه لك وعارف بدايته فين ونهايته فين. فأنت محتاج تمشي الطريق كله للآخر وتتعلم الصبر عشان يكون عندك نضج عاطفي. ولما هتتعلم الصبر هتلاقي نفسك انك بتكبر وتنمو وتنضج، وهتلاقي نفسك انك بتتقبل حاجات في الطبيعي انت مش تقبلها. فانت محتاج تكون اكثر صبر. انت علشان تكون افضل نسخة من نفسك محتاج تتحمل مسؤولية حياتك بالكامل، بس بغض النظر حياتك بقى دي انت اللي عاملها لنفسك ولا اللي قدامك هو السبب فيها. اصل اهلي عملوا فيا، اصل اصحابي سووا فيا، اصل الجيران خلوا فيا، اصل الاخرين. لا، انت عشان تكون افضل نسخة من نفسك محتاج ان انت تتقبل حياتك زي ما هي وتغيرها، وتتحمل مسؤولية افعالك وتتحمل مسؤولية افعال الاخرين في حياتك، لان في النهاية هي حياتك. فتقبل حياتك زي ما هي وغيرها، وما تستناش ان الاخرين هم اللي يغيروا لك حياتك. عشان تكون افضل نسخة من نفسك انت محتاج حياتك تكون في حالة دائمة من الانجاز، انجازات بسيطة، انجازات على المستوى القصير، وكمان انجازات طويلة المدى يعني بتحصل على المدى البعيد. فانت محتاج حياتك دايما تكون في حالة من الانجاز، دايما في تطور، دايما في تغيير، دايما في نضج، دايما في نمو. حياتك الثابتة الراكدة مش بتخليك افضل نسخة من نفسك، هي دايما بتخليك بتحسسك بالامان اللحظي، لكن في الحقيقة هي بتدمرك، لان انت دايما محتاج تخرج بره دائرة الراحة. عشان انت لما مش بتخرج منها بمزاجك ربنا بيخرجك عنها غصب عنك، بقدر يخرجك ويزقك بره دائرة الراحة. انت علشان تكون افضل نسخة من نفسك انت محتاج تكون بتتواصل صح مع نفسك، يعني بتسمع نفسك، بتسمع صوت نفسك، وبتسمع الآخرين. الناس بتفكر ان اللي بيتكلم هو اللي يبقى كده هو بيتعلم. الحقيقة ان الناس بتتعلم لما بتسمع، لما بتستخدم حواسها الخمسة. انت بتستقبل المعلومات من حواسك الخمسة، من عينيك،
من سمعك، من لمسك، من تذوقك، من كل حاجة. فأنت بتتعلم لما بتسمع من الآخر، فحاول دايما تسمع أكتر ما تتكلم، علشان كده تقدر تكون أفضل نسخة من نفسك. لأنك لما هتسمع كويس هتعرف معلومات جديدة وهتفيدك، وهتعرف تطور من نفسك وتكون أفضل نسخة من نفسك. علشان تكون أفضل نسخة من نفسك انت محتاج تعرف ان الحياة خد وهات، خد وهات، اديني وخد مني، وانا اللي عايزك تاخد مني، مش انك بتستغلني. فعشان تكون افضل نسخة من نفسك انت محتاج تكون شخص جميل، بمعنى انك بتساعد الاخرين، مش شخص بتقبل نفسك من خلال الآخرين بإنك تساعدهم، عندك حب إرضاء الآخرين، لأ، لكن تكون شخص عندك حب مساعدة الآخرين. يعني تقدم الصداقات، تقدم الدعم، تضحك في وش الناس، تدي فلوس للناس، تطلع لبس للناس، تعمل حاجات جميلة للناس، تدي معرفة للناس. يعني من الآخر كده تحاول إنك تقدم للآخرين، ما تكونش عايز بس تاخد منه. فكرة انا عملت فيديو ازاي ان انا احب ذاتي وازاي ان انا اجذب الحب لحياتي، هتلاقيني ان انا سايب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو، اتمنى ان هو يعجبكم. انا كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة علشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش ان انت تعمل لايك لان انا بتعب والله، وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ونفيدهم. كان معاكم سلام سعد، وتابعوني.